ده هو نفس اللي بيحصل عند مرضى الهلوسة العقلية أو الذهان. الاشتياق حرفيا بيخليك تبدأ تهلوس. انت مين؟ كان تعيش وتعاش يا بني ادم انت جاي حضانه، انت تبع ايه؟ انا مش تبع حد، انا رئيس جمهورية نفسي. أيها الشعب، يا شعب الغرفة البنفسجية العظيم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل ليلة وكل يوم بسهر لبكرة في انتظارك يا حبيبي. فكري طول الليل في ليلك والنهار كله في نهارك يا حبيبي. سهرت السهر في عينيا، صحيت المواجع فيا. كل ليلة وكل ساعة وكل يوم بعد ما اطمن عليك هيجيلي نوم يا حبيبي. بالكلمات دي زلزلت أم كلثوم دار الأوبرا القديمة بحي الأزبكية، والحقيقة إنها كلمات بتوصف مرحلة أي حد وقع في الحب مر بيها. فكرة إنك تكون متعلق بوجود شخص وفجأة الشخص ده يقرر يمشي، يقرر ينسحب ويسيب المكان اللي كان مليه فاضي. نسيت الجاكيت بس معلش. وده اللي عبرت عنه ام كلثوم لما قالت: انا كل ليله بفضل سهرانه لحد الصبح مستنياك تكلمني، ولما بيجي عليا الصبح وما بتكونش كلمتني بيفضل برضه بالي مشغول بيك طول النهار لحد ما يجي عليا الليل. احنا هنا قدام حاله من الهوس. ام كلثوم مش قادره تمارس حياتها بشكل طبيعي، كل ده لان عندها امل ان الشخص اللي هي مفتقداه يكلمها ويطفي لهيب الشوق اللي جواها. وده اللي بيمثل اول مرحله من مراحل الاشتياق، مرحله الصدمه والانكار. وده لما الشخص اللي بتحبه يبعد فجاه او يقول انه خلاص مش هيكمل. وقتها عقلك هيرفض يستوعب ده، وهتقول لنفسك اكيد في حاجه غلط، دي مش اول مره، على طول بيحصل بينا مشاكل وعلى طول بنرجع. فتبدا ترجع المحادثات القديمه، تبدأ تسترجع الصور والذكريات. كل ده لأن عقلك رافض فكرة إنه خلاص مش هيرجع. أم كلثوم على نفس المسرح بعدها بكام سنة هتطلع تغني وتقول: الله عليك يا ست. وهنا هنلاقي ام كلثوم انتقلت من مرحله الانكار والتعلق بالامل اللي مش موجود لمرحله الاستسلام والتقبل. انا خلاص بعلن انهزامي قدام الشوق اللي غلبني. وغلبني هنا معناه اني حاولت، سافرت، شفت ناس جديده، اتعلمت واشتغلت، لكني فشلت ما احسش باشتياقي ليك. فشلت ما احطش راسي على المخده كل يوم قبل ما انام وافكر فيك. بس هو ايه اللي بيخلينا نحس بالاحساس الرهيب ده اصلا؟ هو مخنا يعني بيعاقبنا ان احنا حبينا بجد؟ بص يا سيد، الشخص اللي انت بتحبه ده بيكون مصدر كبير جدا للراحه بالنسبه لك. لما بتكون معاه جسمك بيبدا يفرز كميه كبيره جدا من الدوبامين اللي هو هرمون السعاده، كميه جسمك مش متعود عليها، وده بيكون سبب احساسك بفرط الحب والنشوه في البدايات. وكما قال الهضبه: حلوه البدايات كلها حكايات. لكن بعد كده جسمك بيبدا يتعود على الكميه الكبيره دي من الدوبامين، فمع الوقت بتفقد الإحساس بالنشوة المفرطة اللي انت كنت بتحسه، لكنك لسه بتحس براحة في وجود شخصك المفضل. لكن لما الشخص ده يقرر ينسحب من حياتك فجأة، وقتها بتنقطع كمية الدوبامين الكبيرة اللي كان جسمك بيفرزها مرة واحدة. مخك بيبدأ يرتبك. مجرد وجود الشخص ده كان كافي يطمن مخك ان في اي وقت محتاجين الجرعة بتاعتنا هيجي ويديها لنا، وهنرجع تاني نحس باللذة والأمان. لكن لما الشخص ده يبلغنا انه خلاص انفصل عننا، وقتها مخنا بيعتبر ده تهديد حقيقي للبقاء، لأن الحب كان مرتبط عندنا بالأمان. فيبدأ مخنا يتصرف كأن في خطر حقيقي مستنينا. مخنا يا سيد بيتعامل مع الانفصال زي ما بيتعامل مع وجود حيوان مفترس هيهدد حياتنا مثلا. نبدأ نقلق، نتوتر، نحاول نرجع لأي شكل من أشكال الأمان اللي الشخص ده كان مصدرها. فيبدأ ينشط مركز الذكريات في المخ ويخليك تسترجع وجود الشخص ده ولو حتى في خيالك. فتبدأ تفتكر الصور، الأماكن، المواقف. لكن في نفس الوقت الجزء المسؤول عن الواقع في مخنا بيبدأ يشغل جوانا صوت بيهمس إن ده كان زمان وإنه مش هيحصل تاني، وإن الشخص ده خلاص ما بقاش موجود. فيحصل في عقلنا صدام بين الخيال والواقع اللي ممكن يوصلنا بعد كده لصدمة عصبية. في جامعة لندن وبالتحديد قسم علم الأعصاب
تم إجراء تجربة في منتهى الإثارة. التجربة كانت بتدرس حاجة اسمها emotional hallucination أو الهلوسة العاطفية. جابوا متطوعين لسه خارجين من علاقات حب مؤلمة وطلبوا منهم يتخيلوا مواقف حصلت بينهم وبين شركائهم السابقين، يعني يسترجعوا الذكريات اللي كانت بينهم، وبعد كده عرضوا عليهم صور مش واضحة، ملامح الأشخاص اللي في الصور دي مش باينة، وقالوا لهم إن في بعض الصور احتمال شركائهم يكونوا موجودين فيها، فلو حد اتعرف عليه يا ريت يقول. طبعا الصور ما كانتش لشركائهم ولا حاجة، صور مش واضحة لأشخاص مختلفين تماما. المدهش بقى إن أغلب المتطوعين قالوا إنهم فعلا شافوا شركائهم في كتير من الصور، وبدأوا يوصفوهم ويوصفوا ملامحهم اللي كانت في الصورة، بيضحكوا ازاي، بيبصوا لمين. اللي حصل يا سيد إن في جزء في دماغنا مسؤول عن التعرف على الوشوش، الجزء ده اتنشط جدا، مخنا بدأ يملى الملامح اللي مش واضحة بملامح الشخص اللي بنحبه. دماغنا مش قادر يتقبل فكرة غيابه، فبيخلق وجوده جواه. الشيء الصادم فعلا ان ده هو نفس اللي بيحصل عند مرضى الهلوسة العقلية او الذهان. الاشتياق حرفيا بيخليك تبدأ تهلوس، والحقيقة ان مش دي التجربة الوحيدة اللي اتعملت بتتكلم عن الموضوع ده. The 36 questions that lead to love، 36 سؤال اللي هيوقعوك في الحب، ده اسم التجربة اللي اتعملت في جامعة ستانفورد واتنشرت ضمن أبحاث متعلقة عن السوشيال برين. العلماء في جامعة ستانفورد جابوا أشخاص ما يعرفوش أي حاجة عن بعض وخلوهم يقعدوا ويسألوا بعض 36 سؤال شخصي جدا، لونك المفضل، بتحب تاكل إيه، وهكذا على مدار ساعة كاملة. وبعد ما 36 سؤال يخلصوا تبدأ المرحلة التانية من التجربة. الشخصين دول يبصوا في عيون بعض 4 دقايق كاملين بدون أي كلام. الحقيقة إن أغلب المتطوعين وقعوا في حب بعض وحصل بينهم ارتباط عاطفي قوي جدا. ركز يا سيد، ده كله حصل خلال ساعة. وبعدها ابتدت المرحلة الثالثة من التجربة. العلماء بلغوا المشاركين إن التجربة انتهت وإن الأشخاص اللي كنتوا معاهم دول مش هتشوفوهم تاني خالص. اللي حصل إن أغلب المشاركين انهاروا من البكاء، وناس منهم وصفوا الإحساس اللي حسوا بيه إنه أسوأ شعور مروا بيه في حياتهم. والمخ تحت الأشعة أظهر نشاط في مناطق الحزن والرفض الاجتماعي. ومش بس كده، ده مراكز الألم اللي بتنشط لما نتعور أو نتلسع نشطت بشكل كبير جدا. يعني الأشخاص دي كانت حاسة بألم حقيقي. كل ده حصل مش عشان الناس دي انفصلت عن حد يعرفوه بقالهم سنين، ده عشان حد قعدوا معاه ساعة واحدة. الحقيقة يا سيد إن المخ ما بيفرقش بين حب دام لسنين وحب اتكون في لحظة، والشعور بالاشتياق ممكن عادي يتكون بعد علاقة قصيرة جدا، علاقة ما قدرتوش فيها تعرفوا بعض بشكل كافي أصلا. مشاعر صعبة يا سيد وأغلبنا مر بيها، بس ده كان زمان. أنا جايب لك الوصفة السحرية اللي هتقضي على الشوق تماما، الضربة القاضية اللي هتخلينا نقف ونقول انتصرنا لك يا ست، غلبنا الشوق. الحقيقة ان الاشتياق بعد الانفصال هو حاجة طبيعية جدا، مفيش وصفة سحرية ممكن تخلينا نبطل نحس بيه، بس مش عاوزك تقلق، في طرق ممكن تخلي الاحساس ده اخف شوية. اسمع يا سيدي، مبدئيا كده نو كونتاكت، ما تكلموش، احذف كل حاجة متعلقة بيه، ومش كل شوية تدخل سيرش الفيس، عيب يا سيد. قلل وقت فراغك بحيث انك ما تديش لمخك فرصة انه يفكر فيه. اكسر الروابط اللي كانت بتجمعكم، الاماكن اللي رحتوها سوا، الريحة اللي بتفكرك بيه. امنع كل ده ولو بشكل مؤقت. ما تكبتش مشاعرك، حاول تحكي لحد بتثق فيه عن اللي جواك او حتى تكتبه. واخيرا تقبل فكرة ان الاشتياق امر طبيعي، لانك كل ما تحاربه هتحس بقوته اكتر. اعترف انه وحشك، اعترف انك مشتاق. يا اخي ده ام كلثوم نفسها غلبها الشوق، انت عاوز تغلبه وبس. سلام.